وسالفتها. القصيدة طال عمرك وسالفتها، رحلت من منطقة ونزلت في منطقة ثانية، وكان المسجد خلاف البيت والبيوت كلها شرقا مني. ويومنا صلينا العصر، أنا نزلت الظهر، يوم صلينا العصر قلت يا الربع تقهوى، اللي يقول الله يغنيك واللي يقول والله عندي شغل. هذه الحارة الجديدة. اي فيه رجل ما يرد لا سلام ولا غيره من الجيران. اي يوم مسلين لي والله فيه الله يسلمكم ويسلم، يسمع نبح كلب ومعاه الديت، وازعجنا نص الليل. وين في هذه الديت ولا الكلب؟ بالبيت، ببيت هالجار هذا. ايه بيت جارنا بيننا وبينها الشارع، يعني مقابل البيت. مقابل البيت. حنا حطينا لنا خيمة، عقب يومين حطينا لنا خيمة وقمنا ندق وقمنا ويسيرون عليني جيراني شمامرة ودواسر وعنوز وحروب ومرة. ف يوم جاء يوم من الأيام اللي والله الباب يطق، اقلط يا رجل. يوم قلط له انه عسكري. عسكري رسمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال وين صاحب المحل؟ قلت نعم. قال ابغاك على جنب. طلعت انا وياه حسن مشر. قال والله الشرطه يبغوك. حسن مشر قال له حاجه بسيطه، كفاله وما كفاله. قلت يمكن انه من ربعي ما مخالف ولا صاير فيه مشكله ولا. رجعت على احد الجيران قلت اقلط على الدلال تقهوى ما بجيك، وبمر لي على الرجال هنيه وبجي. عندك انت ضيوف في المجلس؟ عندي جيراني مسيرين عي العصر عقب صلاه العصر. طلعت مع الشرطه؟ رتبت ورحت مع العسكري. يوم جينا الشرطه اليوم هذا جاري اللي عنده الكلب وعنده الديك الله يسلمكم. الله يكرم. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال هذا الرجال. قال انت سلطان؟ قلت نعم. انت الان ما تدري وش ما ادري وش القصه. عسى مشر جارنا، عسى مشر سلامات يا جارنا. الرجل قام يصدد، اقول له سلامات ويصد يمين ويسار. قال الضابط هذا جارك؟ قلت الله الله. قال وش بعدها بينك؟ قلت بيني وبين الشارع. قال جارك مطلوب عليه كفاله. يقول الضابط ب70,000 كفاله حضوريه لي بكره، يقول لي يسلم من بكره، ويقول انا ما الف غير سلطان. ودعيناك والله ما ادري انت تكفى الجار. قلت والله اول شيء اني ما اعرف اسمه، ولو دريت عنه وانا في محلي ما جيت والله لاني ما اعرف. هم يومين وصلت بهذا وبعود ما كفلت جاري ما بجيب الا الرخصه وانا اطلعها. قلت خذ هذه سجل كفالتي. قال ملزم؟ قلت قال جارك مشتكيك. عسى مشر. قال يقول عندك ناقوس ازعجته في الصبح والظهر والعصر والليل. ناقوس وين؟ في كنيسه؟ الناقوس هذه حق الكنائس. قلت والله الناقوس في كنائس. الرجل ثقافته غربيه ولا عايش في الغرب ولا ما تعرف عنه شيء؟ الرجال اظنه من اللي درسه من برا. لانه جايب لنا جعري معه الله يسلمكم. الله يكرم. طبعا الناقوس يقصد به النجر. النجر. ازعجته النحاوي. اي يقول انا ازعجته لاني اسر مره يعجل والله هم غير عندي جعريه. ف قلت الناقوس بكنائس اليهود والنصارى، انا عندي نجر بس اساله هو وش عنده، يا صار ما يبغى كفاله اساله وش عنده. قال وش عنده؟ قلت عنده كلب وعنده ديج. ازعجنا فيه ما اشتكينا منه جار وعده ناس قالوا مشتكوه ولا احنا مشتكينه لانه جارنا والجار وصى عليه الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم. قال صحيح ما يقول الرجل؟ قال لي هذا كلب بليسي مشتريه ب 4000 ريال وهذا ديش رومي ب 1400 ريال والله ما ادري من جايبه من تركيا ما ادري من جايبه. هذا السعر هو اللي حدده؟ اي هو يقولها كذا. أينا. قال يا سلطان توكل على الله، هم ابو كلب وديش نبغاه عندنا. يقول الضابط. القصيده 10 ابيات، اما 3 بيوت اسمح لي فيهم ضاعا ما حفظهم. ما حفظهم ولا فيهم شيء؟ ما حفظهم. طيب تفضل ابو غانم. فاقول يا نجرنا من شان جاري هجرناك، اخاف يزعل جارنا يوم يوحيك، اخاف تزعل جارنا الصبح بعواك، حيثما هم اللابتن تعتني فيك وجداه يا الدور هذاك، يوم الرجل بمجلسه يفتخر فيك ما هو بجار يشتكيني ليوحاك، سلط عليك الوقت مقصر بلاويك، يزعل علينا جارنا يتوحاك ويطرب النبح السلب ومزاع قديك، المطحنه صارت عذابك وبلواك، واقرب قصير البيت ما هم دنيك. سلامتك. هذه قصه النجر وقصيدته.